السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوجه السؤال بتاعي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا سيادة الرئيس، أنت مبسوط أنت والحكومة والقائمين على الدولة إن إحنا جعانين ومش لاقيين ناكل؟ إن أولادنا جعانة ومش لاقية تاكل؟ إن أولادنا مش عارفين يتعلموا؟ إن إحنا ساكنين ومش عارفين ندفع إيجارنا ولا ندفع نورنا ولا ندفع ميتنا ولا ندفع غازنا؟ الحكومة مبسوطة ومرتاحة لما سيدة معيلة ما هيش عارفة تعمل بطاقة تموين لأولادها؟ يعني ايه غير مستحقة؟ يعني أنا واحدة سيدة الأب سابنا ومشي وملوش علاقة بينا، ورحت رفعت قضية علشان أخد حقي ولا أخد لعيالي نفقة، اتحكم لي ب500 جنيه باخدهم من بنك النصر. أنا ساكنة وبدفع نور وبدفع مية وبدفع غاز، والمفروض أكل عيالي وألبسهم وأعلمهم واجيب لهم علاج، وانا مش عارفه اجيب لهم كيلو رز. كيلو الرز ب24 جنيه، كيلو المكرونه ب20 جنيه، كيلو السكر ب22 جنيه، ازازه الزيت الواحد يجيبها يحمر بها حبه بطاطس بحاجه و60 جنيه. هل ده وبعدين تقولوا لنا ايه؟ الحرب الاوكرانيه، لا ده كورونا، لا ده معرفش ايه. ما احنا تعبنا، احنا مش لاقيين ناكل. انا مش عارفه اجيب رغيف عيش لعيالي. انا الناس جيراني بتعطف علينا وبتجيب لنا عيش لعيالي وليا. انا بروح عند فرن العيش بيقول لي مفيش عيش، وبشوف العيش طالع يتباع بالبطاقه وحر، وانا مش عارفه اجيب لعيالي عيش. انا هفضل لحد امتى كده؟ هنفضل مظلومين كده وميتين بالحياه لحد امتى؟ احنا بنتمنى الموت كل لحظه. يعني مش بنقول لكم عايزين ناكل البيضه ب5 جنيه. انا ما اعرف. الفراخ ب90 جنيه، كيلو الفراخ ب90 جنيه، كيلو اللحمه انا ما اعرفش. انا بسمع من الناس بيقولوا ان كيلو اللحمه ب280 جنيه. انا ما اعرفش، ولو معايا انا مش هجيب. انا الحمد لله معايا ستر ربنا. انا مش عارفه اجيب علاج الشهري. وليه ما يبقى ليش بطاقه تموين؟ يعني هو انا مش من ام الدوله دي؟ يعني ولادي دولا مش اب وام مصريين؟ هو انا ليه لما بروح اعمل بطاقه بيقولوا لنا لازم يكون إيه الاب والام مصريين؟ ولو حد بيعمل حاجه ما اعرفش ايه، طب ما انا مصريه، فين حقوقي؟ انا ليا حقوق وعليا واجبات. انا نفسي اسال المسؤولين، انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه للغلابه واللي مش لاقيين؟ انتوا بتعملوا ايه للسيده المعيله؟ بتعملوا ايه للارمله؟ بتعملوا ايه للمطلقه؟ فين؟ انا دلوقتي عايزه اعرف فين حقوقي وعليا واجبات. ماشي، ما يبقاليش ليه بطاقه تموين. ابسط حقوق ان يكون ليا بطاقه تموين. ابسط حقوقي ان انا يكون معايا فلوس، ان انا اقدر على الاقل خالص اعرف اجيب رز، اجيب مكرونه، اجيب خضار، اجيب. انا ما بقولش ان انا عايزه، معلش احنا دلوقتي ما نعرفش اللحمه وما نعرفش الفراخ وما نعرفش السمك. اما احنا نبقى عايشين يعني الحمد لله مرضى وما فيش لقمه ناكلها. يعني هو الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني هم قاعدين يقولوا بيزودوا المعاشات، بيزودوا ما اعرفش لمين. طب والسيدات المعيلات ايه؟ فين حقوقها؟ فين الست لما الاب يمشي ياخد بعضه ويمشي وتبقى هي مسؤوله عن نفسها وعن اولادها، وهي ولا موظفه ولا لها دخل ولا لها اي حاجه ومريضه والمفروض لها علاج شهري؟ فين هو؟ فين حقنا؟ فين حقنا في ام البلد اللي احنا قاعدين فيها؟ ده الناس اللي عندنا، الناس اللي عايشين من دول تانية تقريبا عايشين احسن من اللي هم من اصل البلد.